ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ده تقريبا اول فيديو ليا اعمله، تقريبا من حوالي سنة. غيرت بقى شوية حاجات كده وقلت نرجع نتكلم تاني في الكورة. نتكلم بقى على اولا على زيزو واللقاء اللي عمله مع ابراهيم فايق كده في السريع. انا مش فارق معايا حاجات كتيرة قوي من اللي اتقالت، وانا يعني وهو الراجل طلع وعايز يثبت ان هو صح، وإن إدارة الزمالك هي اللي كانت غلط في في كذا جزئية والكلام ده. 90% من الناس عارفة الكلام ده، سواء كدبوه أو صدقوه. أنا بس في حاجة بس صغيرة قوي هتكلم عليها في القصة دي. أنا عجبتني قوي عقلية زيزو. تحسها كده لايقة على النادي الأهلي، اللي هو إيه، واحد جاي بيقول إبراهيم فايق بيقول له أنت شايف نفسك صفقة القرن، شايف نفسك أقوى صفقة حصلت من الأهلي للزمالك، شايف نفسك فين مش عارف ايه. قال له بص، انا راجل جاي العب كوره و... واعمل اللي عليا واحاول اسعى ان انا ايه، اجتهد وابقى حاجه كويسه مع واجيب بطولات للنادي ولنفسي. فدي تحس كده ايه، ان الراجل ما بيفكرش غير في الكوره. فدي حاجه انا بحبها، يعني دي حاجه انا بحبها ايه، في عقليه لعيب الكوره. زيزو لما قال الكلمتين دول، لا دخلوا دماغي وكيفوني قوي. اللي هو لعيب الكوره، اللي هو انا باكل كويس، بتمرن كويس، بنام، بروح العب الماتش بتاعي. فدي بالنسبه لي يعني كانت احسن حاجه حصلت ايه في اللقاء كله. مش هتطرق للحاجات اللي اتقالت والجو ده، لان هي مش مشكلتي ومش مشكله اي حد. انا بس عايز اتكلم النهارده بقى عن ماتش انتر ميامي. ماتش انتر ميامي، المفروض ان الاهلي هيلاعب انتر ميامي خلاص كمان 7 ايام تقريبا. الماتش مش صعب ومش سهل. هتكلم عن انتر ميامي شوية، وهتكلم عن الاهلي وعن ريبيرو، اللي هو بيقولوا في كام حاجة كده عجباه وكام حاجة مش عجباه في الاهلي. فهنبدأ كده بانتر ميامي. انتر ميامي مبدئيا، الفريق ده هو دلوقتي الثالث. هو طبعا اشرح شرح سريع عن الام ال اس، اللي هو الدوري الامريكي. الدوري الامريكي ده بيتكون من منطقتين، المنطقه الشرقيه والمنطقه الغربيه. المنطقه الشرقيه فيها 15 فريق، والمنطقه الغربيه فيها 15 فريق. انتر ميامي يعتبر الثالث في المنطقه الشرقيه، مش الاول ولا الثاني، لا هو الثالث في المنطقه الشرقيه، ويعتبر السادس من ال30. يعني لو جمعنا 30 فهو كنقط هيبقى السادس. يعني ده ملخص الاحداث. هنتكلم بقى ايه عن الفرقه نفسها. هل الفرقه بقى فرقه كويسه؟ هل الفرقه وحشه؟ اولا الفرقه مش زي السنه اللي فاتت، مش بقوه السنه اللي فاتت. آه مع لان الفرقه الاعمار السنيه فيها كبيره، بميسي، سواريز، بوسكيتس، ألابا، ناس كتيرة قوي بقى في الفرق، يعني الدفاع. الجول بتاعهم عنده 39 سنة، أوستاريو مصنف من أسوأ حراس المرمى في الدوري الأمريكي. انتر ميامي السنة دي بيستقبل بيستقبل بمعدل 1 بوينتر، يعني 4 جون في الماتش، يعني مش أقل من جون كل ماتش. ولو يعني طبعا يعني دي الحسبة بتاعتها. الفكرة ان الفرقة بتعتمد على كل حاجة فردية. يعني ايه، احنا بنعتمد على ميسي، هندي ميسي الكورة، ميسي هو يتصرف يجيب جون، سواريز مش عارف ايه. فانا هتكلم بسرعة كده عن اهم حاجة في الفرقة واقوى حاجة في الفرقة، وبعد كده نشوف ايه، نتطرق نشوف الاهلي هيعمل ايه مع الفرقة دي. مبدئيا انا هتكلم كده عن اهم 4 لعيبة في الفرقة. ميسي وسواريز واليندي وسيجوفويا. ايه اللي بيحصل في الفرقه دي؟ الفرقه دي كلها زي ما انا قلت كده بتعتمد على الحاجات الفرديه بمعنى، يعني احنا هندي الكره لميسي هيجيب جون، هندي الكره لسواريز هيجيب جون، الكلام ده كله. اللي اغلبيه الناس طبعا يعني ما تعرفوش وكده. انا ايه، قعدت اتفرج كده اليوم على كام حاجه، ان فيهم اتنين، او الاول اللي هو اليندي اللي عليه السهم الاصفر ده، هما الاثنين اللي عليهم الدايرتين دول اهم 2 لعيبه بعد ميسي وسواريز في الفريق. واليندي اللي هو ده اللعيب اللي هو اللي جاي ده، اللي هو ده اليندي ده،
يعتبر تاني هدافين الفرقة مش سواريز، لا هو ميسي الهداف الأول جايب 4 تجوان، وأليندي جايب ميسي، أنا آسف، ميسي جايب 10 تجوان وأليندي جايب 6 تجوان. سواريز بقى ايه في الفرقة دي؟ سواريز بيعمل اسيستات، يعني سواريز لوحده عامل 7 اسيست اكتر من ميسي كمان في الفرقة يعني. فسيجوفويا ده بقى ميزته ان هو قوي بدنيا جدا، في الالتحامات الثنائية بيبقى قوي وشديد وبيضغط جامد قوي. فدول الأربعة المهمين في الفرقة. ايه الفكرة بقى اللي بتحصل في الفرقة دي؟ الفرقة دي أولا بتفقد الكرة كتير قوي في الضغط، يعني انت لو ضغطت عليها عالي بنسبة كبيرة هيفقدوا الكرة، مش بيعرفوا يحضروا الكرة كويس. فدي حاجة مش دي حاجة كويسة جدا، ان انت لو التحمت جامد ضغطت عليهم جامد ضغطت من بدري قوي. ودي ميزة طبعا في ريبيرو معروفة، يعني ان هي ايه، وزي ايام كولر اول ما جه، ان انت ايه لو ضغطت بتضغط عالي. لكن شغل ان انا دافع وارجع لورا وكده لا، الفرقة دي هتاكلني، لان هم في الورا معدل الاعمار ورا عالي قوي، يعني ما جري وخبط ورزع وكده لا. الجول بتاعهم زي ما قلت لكم اصلا مصنف من اسوأ الاجوان في الجول كيبرز، يعني في الام ال اس اللي هو الدوري الامريكي. فهنيجي بقى للي هو لاليندي اللي انا بقول عليه، اللي هو ده. اليندي ده بقى اصلا يعتبر تاني اهم لعيب في الفرقه، اهم من سواريز كمان يعني يعتبر بعد ميسي. اولا بيتحرك على الوينج اليمين، اللي هو مكان زيزو، مكان طاهر، مكان حسين، المكان ده. وفي نفس الوقت بقى بينزل تحت ميسي وسواريز وبيتقلب في الماتش صانع لعب. فبيجي في الحته دي كده مكان ما انا مشاور بالسهم كده، بيخش في الحته دي يلعب بقى تحت ميسي وسواريز، يصنع لميسي، يدي لسواريز، سواريز يصنع لميسي، وهكذا. فسيجوفويا بقى التاني وينجر بمعنى وينجر، يعني ايه؟ بيعرف يلعب كوره، بيرقص واحد لواحد مش عارف ايه، قوي في الالتحامات قوي، فانت مش سهل تتخطف منه الكوره الكلام ده. فهم دول اهم 4 لعيبه في الفرقه. بعد كده الباقي عاديين خالص خالص خالص. عامه الماتش ده يعني بالنسبه لي للاهلي في المتناول يعني. هنيجي بقى للقصه بتاعت الاهلي، اللي هو ريبيرو. نسبة كبيرة يعني كل الأخبار بتقول إن ريبيرو هيلعب بالتشكيل الطبيعي بتاع الأهلي 4-2-3-1، أو اللي هي 4-3-3، مش هتفرق كتير. ف ده من وجهة نظري مش اللي أنا عايزه، بسبب إن إحنا لو الشناوي وقف مش أحسن حاجة. تاني حاجة الدفاع عندنا مش أحسن حاجة. فيعني بنسبة كبيرة التشكيل اهو زي ما انا كاتبه كده. يعني اعتقد هيبان بكرة طبعا في ماتش باتشوكا، او هيبان يعني النهارده بالليل بمعنى اصح في ماتش باتشوكا. فانا جايب كده ايه، الشناوي، العش وداري، يحيى عطية الله، محمد هاني، مروان، واليو ديانج، وامام، وتريزيجيه، ووسام، وطاهر محمد طاهر. تقريبا ده اللي هيلعب بيه ماتش باتشوكا بكره. الله اعلم بقى في تغيير في ريبيرو، شايف حاجه تانية من عنده؟ هل محمد علي بن رمضان ممكن يخش بدل مروان او بن ديانج؟ اللي سمعته تقريبا كمان ان امام مصاب، بس هيلحق ماتش انتر ميامي، يعني اصابه خفيفه، فممكن محمد علي بن رمضان هو اللي يبدا جنب تريزيجيه وطاهر وتحت وسام. دي الطريقه اللي هيبدا بيها بنسبه كبيره قوي قوي، يعني اللي هيبدا بيها ريبيرو. آه ريبيرو كان برضو بيتكلم، يعني كان الاخبار طبعا اون سبورت مع الاهلي في امريكا ومش عارف ايه. فريبيرو كان يعني بيقولوا الاخبار يعني ان هو مش عاجبه حراسه المرمى في الاهلي. بيقول يعني ان هم مش في بناء اللعب. وطبعا انا متاكد ان الكلام ده على الشناوي، مش بيتكلم بمجمل، والاخبار اللي طالعه مش طالعه على الحراس كلها، لان الشوبير بيعرف يلعب برجله حلو جدا جدا جدا. فهل هو يعني الكلام ده قصده على الشناوي بس ولا قصده على كله؟ انا من وجهة نظري انا متأكد ان هو قصده على الشناوي. دي اول جزئية. الجزئية التانية بقى اللي انا هتكلم فيها، التشكيل اللي انا نفسي الاهلي يلعب بيه الماتشات عامة، واللي ريبيرو على فكرة كان بيلعب بيه لفترة يعني. ايه التشكيل بقى اللي انا بتكلم فيه ان هو الاهلي ممكن يلعب بيه؟ طيب انا حاطط 3-1-4-2. وهقول انا عامل الكلام ده ليه. اولا عشان اللعيبه التقيله بتاعت الاهلي تلعب، بمعنى
انا عايز اخلي تريزيجيه في الملعب، عايز اخلي زيزو في الملعب، عايز اخلي بن شرقي في الملعب، عايز اخلي امام وبن رمضان في الملعب. طب ايه احسن حاجه اعمل بيها الكلام ده وفي نفس الوقت اعرف احافظ على دفاعي؟ ان انا العب بثلاثه ورا، لان انا ما عنديش حد ان انا اقف في الدفاع ان انا ابقى ضامنه 100%. بمعنى انا في التشكيل اللي انا عملته او اللي انا بتمناه نفسي ريبيرو يلعب بيه، ان هو يبقى شوبير واشرف داري والعش على الشمال، وبينهم في النص حمدي فتحي. قدام حمدي فتحي مروان رقم 6 صريح، وقدامه إمام وبن رمضان، وعلى اليمين زيزو، وعلى الشمال تريزيجيه، ووسام قدام وتحتيه اشرف بن شرقي. واشرف بن شرقي كان بيلعب تحت المهاجم ايام الوداد، ولعبها في الزمالك مع فييرا حلوه قوي قوي، لعبها مع فييرا حلوه قوي. فاشرف بن شرقي هيعرف يلعب الحته اللي هي ايه، مهاجم تاني يجي من تحت. طبعا ده غير بقى ايه اللي انا شارحه بالطريقه معينه. بمعنى انا شارح هنا بقول لي ايه، يعني انا عندي هنا مثلا، لو هنتكلم انا عندي مروان هيبقى في الحته دي خلاص 6 صريحه. هيجي من هنا بقى ايه، زيزو هياخد الوينج باك اللي هو هيبقى وينج يمين رايح جاي على الجبهه اليمين، تمام. وتريزيجيه هيبقى في الناحيه التانيه في نفس المكان. على فكره هي الخطه شبه الخطه في الجزئيه بتاعه منتخب مصر، اللي هو انا بخلي تريزيجيه على الناحيه الشمال لوحده، وبيبقى متغطي بمحمد حمدي ورا، وزيزو بيبقى على الناحيه اليمين وبيبقى متغطي بمحمد هاني ورا. بس انا مش عايز اعملها كده، انا عايز اخلي الخطه بتاعت الاهلي هجوميه، بمعنى ان احنا نلعب لا بالاربعه، زيزو ما يرجعش لهنا لان اشرف داري هيطلع يغطيه هنا، والعش هيطلع يغطي تريزيجيه في الحته دي. ده غير ان امام وبن رمضان موجودين. هنيجي بقى في الحته ايه بتاعت نص الملعب، عندك بن رمضان وامام هيطلعوا يبقوا جنب بن شرقي، والثلاثه هيبقوا تحت وسام. فانا اتمنى الخطه دي عامه، ويعني يا ريت الخطه دي يتلعب بيها يعني يفكر يلعب بيها. الله اعلم طبعا ريبيرو شايف ايه وعماد النحاس قال له ايه، لان انا متاكد ان الراجل ما لحقش يحط افكاره غير طبعا في خطط، في تكتيكات وحاجات وجمل هتتعمل في الملعب والكلام ده كله. لكن كخطط وكلعيبه هتبقى متواجده وكده، انا يعني انا اصلا مثلا شايف انه المفروض الطبيعي ان انا ابدا بيحيى عطيه الله. جاهز مش جاهز لازم ابدا بيحيى عطيه الله، لان كوكا انا بالنسبه لي لا يصلح ان هو يبقى باك شمال. فمثلا ممكن تلاقي كوكا عادي خالص باك شمال في الماتش. فانا لسه ما نعرفش، كل ده هيبان النهارده في ماتش باتشوكا. لو في كلام كتير في ماتش باتشوكا ممكن اطلع اعمل فيديو صغير كده اشرح ايه وجهات النظر والطريقه اللي الاهلي هيلعب بيها في ماتش باتشوكا النهارده. اتبسطت قوي ان انا رجعت اعمل فيديوهات تاني. يا رب الفيديو يعجبكم، وبقولوا لي رايكم في الكومنتات. شكرا، سلام.